العددان المترافقان. العددان المترافقان إذا كان ألف وباء عددين نسبيين موجبين، فإن كل من العددين الجذر التربيعي للألف زائد الجذر التربيعي للباء، ده العدد الأول، والعدد الثاني الجذر التربيعي للألف ناقص الجذر التربيعي للباء هو مرافق للعدد الآخر. يبقى كل من العددين مرافق للآخر. يعني لو قلت لك هات مرافق العدد جذر ألف زائد جذر باء، هتقول هو جذر ألف ناقص جذر باء. لو قلت لك هات مرافق العدد جذر ألف ناقص جذر باء، هتقول هو جذر ألف زائد جذر باء. اللي بيتغير الإشارة اللي بين الحدين، هنا موجبة يبقى في حالة المرافق بحط إيه؟ بحط الإشارة سالبة. لو هي سالبة بحط الإشارة موجبة في حالة المرافق. ويكون مجموعهما بيساوي 2 جذر ألف، أي ضعف الحد الأول. يعني يا بطل عندك العددين المترافقين اللي هم جذر ألف زائد جذر باء وجذر ألف ناقص جذر باء. لو قلنا تعالى نجمعهم، هقول تعالى نجمعهم يا بطل، هتقول جذر ألف زائد جذر ألف 2 جذر إيه؟ 2 جذر ألف، وجذر باء زائد سالب جذر باء، دول ضعوا مع بعض. يبقى مجموع العددين المترافقين بيساوي 2 في جذر ايه؟ جذر ألف، أي ضعف الحد الأول. طب لو جينا ضربناهم، يعني هنقول ايه؟ جذر ألف زائد جذر باء في جذر ألف ناقص جذر باء، حاصل ضرب العددين المترافقين. هنا هتلاحظ يا بطل مجموع حدين في الفرق بينهم، مجموع حدين في الفرق بينهم. يبقى هتربع الحد الأول ناقص مربع الحد الثاني، يعني هتقول ده بيساوي جذر ألف تربيع ناقص جذر باء تربيع. طب جذر ألف تربيع يديك إيه؟ يديك ألف ناقص جذر باء تربيع يديك إيه؟ يديك باء. يبقى حاصل ضرب العددين المترافقين بيساوي ألف ناقص باء. تعال ناخد أمثلة للتوضيح. المثال الأول يا بطل مثال واحد بيقول لي أكمل. بيقول لي جذر 5 زائد جذر 2 مرافقه هو جذر 5 ناقص جذر 2. خلي بالك العدد الأول هو العدد الأول، العدد الثاني هو العدد الثاني. هنا الإشارة موجبة خليتها في حالة المرافق إيه؟ المرافق سالب. لو جيت جمعتهم، يعني لو جمعنا العدد ومرافقه، هقول جذر 5 زائد جذر 2 زائد أحط الثاني تحتها جذر 5 ناقص جذر 2. تعال نجمع كده، هتجمع جذر 5 زائد جذر 5 ب2 جذر ايه؟ جذر 5، وموجب جذر 2 زائد سالب جذر 2، دول ضاعوا مع بعض. يبقى مجموعهم بيساوي 2 جذر 5. طب لو جينا ضربناهم، هقول جذر 5 زائد جذر 2 في جذر 5 ناقص جذر 2. خلي بالك هتربع جذر 5، هتقول جذر 5 تربيع ناقص ربع جذر 2، يبقى جذر 2 تربيع. جذر 5 تربيع يديك 5 ناقص جذر 2 تربيع يديك 2. طب 5 ناقص 2 كام يا بطل؟ 3. 5 ناقص 2 3. يبقى ده حاصل، ده مجموعهم، وده حاصل ايه؟ حاصل الضرب. يبقى مجموعهم بيساوي 2 جذر 5، وحاصل ضربهم بيساوي كام؟ بيساوي 3. تعال ناخد مثال تاني. عايز المرافق برضه هنا يا بطل. بيقول لي العدد 5 ناقص جذر 3 مرافقه نقط. هتحط الحد الأول زي ما هو، هتحط 5، وهتحط الثاني زي ما هو اللي هو جذر 3. شوف الإشارة يا بطل، الإشارة بين العددين هنا إيه؟ سالب. هتبقى في حالة المرافق هتبقى موجب، هتبقى إيه؟ موجب. لو أنت هتجيب مجموع العددين المترافقين، هو مش مطلوب منك في السؤال ده، بس تعالى نجمعهم. هقول 5 ناقص جذر 3 زائد 5 زائد جذر 3. تعالى نجمع. هقول 5 زائد 5 كام؟ 10، وسالب جذر 3 زائد جذر 3 بصفر، يبقى زائد صفر. 10 زائد صفر يديك كام؟ يديك 10. طب لو جينا ضربناهم، هقول 5 ناقص جذر 3 في 5 زائد جذر 3. هتربع الخمسة، يبقى هتقول 5 تربيع ناقص جذر 3 تربيع. 5 تربيع يعني 5 في 5، 5 في 5 بكام؟ ب25، ناقص جذر 3 تربيع بكام؟ ب3. 25 ناقص 3 كام يا بطل؟ 22. ده اللي هو حاصل ايه؟ حاصل الضرب ومجموع العددين المترافقين. تعال ناخد مثال تاني يا بطل. المثال التاني
بيقول لي العدد 2 جذر 3 زائد جذر 2 مرافقه هو. هتنزل الحد الأول زي ما هو، هتنزل الأعداد زي ما هي، هتكتب 2 جذر 3 وجذر 2. شوف الإشارات، الإشارة بين العددين هنا إيه؟ زائد. هتخليها هنا إيه؟ هتخليها ناقص في حالة المرافق، في حالة يا بطل المرافق. مثال 2. مثال 2 بيقول لي أوجد في أبسط صورة 4 على جذر 5 ناقص جذر 3. عايز المقدار ده أو المقدار العددي في أبسط صورة. في جذور موجودة في المقام وهي عبارة عن مقدار عددي اللي هو جذر 5 ناقص جذر 3. علشان تتخلص من جذر 5 ناقص جذر 3 اضرب في مرافق المقام. يبقى فكرة حل السؤال هي بضرب البسط والمقام في مرافق المقام. يبقى فكرة حل المثال هي الضرب بسطا ومقاما في مرافق المقام. يبقى همسك العدد اللي هو يا بطل 4 على جذر 5 ناقص جذر 3. هضرب البسط في جذر 5 زائد جذر 3 وهضرب المقام في جذر 5 زائد جذر 3. يبقى نزلت العدد زي ما هو اللي هو 4 على جذر 5 ناقص جذر 3 في مرافق المقام ده جذر 5 ناقص جذر 3 مرافقه جذر 5 زائد جذر 3. يبقى هتضرب البسط في جذر 5 زائد جذر 3 والمقام في جذر 5 زائد جذر 3 للتخلص من الجذور الموجودة في المقام. يبقى ليه ضربت البسط والمقام في مرافق المقام؟ للتخلص من الجذور الموجودة في المقام. تعال نضرب يا بطل. هتضرب الأربعة في جذر 5 زائد الأربعة فين؟ في جذر 3. ولما تضرب العددين المترافقين اللي هو جذر 5 ناقص جذر 3 في جذر 5 زائد جذر 3 هتربع العدد الأول اللي هو جذر 5 تربيع يديك 5 ناقص جذر 3 تربيع يديك 3. يبقى خلي بالك عملت ايه؟ مسكت العدد اللي هو البسط اللي هو 4 هضربه فين؟ هضربه في البسط الثاني اللي هو كام؟ اللي هو جذر 5 زائد جذر 3. وضربنا هنا يا بطل العددين المترافقين جذر 5 ناقص جذر 3 مضروبه في جذر 5 زائد جذر 3. هتربع جذر 5. جذر 5 تربيع ب5 ناقص جذر 3 تربيع ب3. 5 ناقص 3 كام؟ 2. و4 مضروبة في جذر 5 زائد جذر 3 زي ما هي. هنا هنختصر 2 على الاتنين تديك 1 و4 على الاتنين تديك 2. يبقى الناتج يا بطل 2 فتح قوس جوه القوس جذر 5 زائد جذر 3. وهي دي أبسط صورة للمقدار العددي. تعال نشوف المثال الثالث. المثال الثالث بيقول لي إذا كانت السين تساوي 8 على جذر 5 ناقص جذر 3 والصاد بتساوي 2 جذر 3 على 2 زائد جذر 3. اكتب كلا من س وصاد بحيث يكون المقام عددا نسبيا ثم أوجد س زائد صاد ثم أوجد س زائد صاد. تعال نشوف خطوات الحل. نمسك القيمة س أو المقدار س. أقول له السين بتساوي 8 على جذر 5 ناقص جذر 3. هضرب البسط والمقام في مرافق المقام اللي هو جذر 5 زائد جذر 3. يبقى بضرب البسط والمقام في مرافق المقام. يبقى هقول يا بطل 8 على جذر 5 ناقص جذر 3 في جذر 5 زائد جذر 3 على جذر 5 زائد جذر 3. الثمانية هتتضرب في البسط اللي هو جذر 5 زائد جذر 3. ولما تيجي تضرب العددين المترافقين اللي تحت دول جذر 5 ناقص جذر 3 في جذر 5 زائد جذر 3 هتربع جذر 5 أو هتقول جذر 5 في جذر 5 ب5 ناقص جذر 3 في جذر 3 ب3. يبقى 5 ناقص 3 فين؟ في المقام. يبقى ضربت البسط اللي هو 8 في جذر 5 زائد جذر 3. تحت هربع الحد الأول ناقص مربع الحد الثاني اللي هو يدينا حاصل ضرب العددين المترافقين. تعال نجيب الناتج. الثمانية هنأخرها شوية هنقول 8 في جذر 5 زائد جذر 3 على مربع جذر 5 يديك 5 ناقص مربع جذر 3 يدينا 3. طب 5 ناقص 3 كام؟ 2. هتختصر يا بطل يعني هنا هتبقى كام؟ هنا تحت في المقام 2
اختصرت 2 على الاتنين فيها الواحد، و8 على الاتنين فيها الكام؟ فيها الأربعة. بعد كده هتضرب الأربعة هتضربها في جذر 5 تديك 4 جذر 5، زائد الأربعة تضربها في جذر 3 تديك 4 جذر 3. يبقى قيمة س اللي هي 4 جذر 5 زائد 4 جذر 3. وخليك فاكرها. تعال نجيب قيمة الصاد. نجيب قيمة ايه يا بطل؟ الصاد. عندك الصاد بتساوي 2 ناقص جذر 3 على 2 زائد جذر 3. هي كانت موجودة غلطة فين في السؤال؟ هي كانت 2 جذر 3 قريناها 2 جذر 3 ومكتوبة 2 جذر 3. لا، هي 2 ناقص جذر 3 على 2 زائد جذر 3. يبقى بضرب البسط والمقام في مرافق المقام. مرافق المقام اللي هو كام؟ 2 ناقص جذر 3. يبقى هقول ده بيساوي البسط اللي هو 2 ناقص جذر 3 هضربه في 2 ناقص جذر 3 على 2 زائد جذر 3 هضربها في المرافق بتاعها اللي هي 2 ناقص جذر 3. 2 ناقص جذر 3. ولما نيجي نضرب البسطين عبارة عن قوس تربيع، حاجة هتتضرب في نفسها يبقى هتدينا الحاجة تربيع. 2 ناقص جذر 3 في 2 ناقص جذر 3 تديك 2 ناقص جذر 3 الكل تربيع. وهنا حاصل ضرب العددين المترافقين 2 زائد جذر 3 في 2 ناقص جذر 3. هتضرب 2 في 2 بكام؟ ب4 ناقص جذر 3 تربيع او جذر 3 في جذر 3 تدينا كام؟ تدينا 3. طب 4 ناقص 3 كام؟ 1. يبقى المقام اصبح 1. المقام اصبح ايه؟ 1. تعال نفك القوس. كيف تفك القوس؟ هيديك مقدار مكون من 3 حدود. الحد الاول اللي هو مربع الحد الاول اللي داخل القوس، يعني هتقول 2 في 2 بكام؟ ب4. وموجب في سالب بسالب. هجيب الحد الاوسط، هضرب الحد الاول في الثاني في الاثنين اللي فوق. 2 في جذر 3 ب2 جذر 3 في 2 يديني 4 جذر 3. يبقى 4 ناقص 4 جذر 3 زائد دايما هتربع الحد الثاني اللي هو جذر 3 تربيع يدينا كام؟ يدينا 3. ثم اجمع الحدود المتشابهه. اجمع الحدود المتشابهه. هتجمع الاربعه مع الثلاثه تديك كام؟ تديك 7. يبقى اصبحت 7 ناقص 4 جذر 3 على الواحد اللي هي 7 ناقص 4 جذر ايه؟ جذر 3. كده انت جبت السين وجبت الصاد في ابسط صورة. هو عايز منك ايه؟ عايز منك س زائد الصاد. عايز مننا س زائد الصاد. عندنا السين اللي هي 4 جذر 5 زائد 4 جذر 3، والصاد عندك يا بطل اللي هي ايه؟ لسه جايبينها 7 ناقص 4 جذر 3. هو مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا س زائد الصاد. اقول له س زائد الصاد يساوي، اشيل السين واحط قيمتها اللي هي 4 جذر 5 زائد 4 جذر 3 زائد الصاد احط قيمتها اللي هي 7 ناقص 4 جذر 3. اجمع الحدود المتشابهه. أجمع الحدود المتشابهة. فين الحدود المتشابهة؟ عندك السبعة ما فيش زيها، يعني ده عدد نسبي لحاله. دي 4 جذر 5 برضه ما فيش زيها. وعندك هنا في حدين متشابهين، موجب 4 جذر 3 وهنا سالب 4 جذر 3. ضعوا مع بعض بالسلام. العدد زائد معكوسه ايه؟ معكوس الجمع بيساوي صفر. يبقى ايه اللي اتبقى لك يا بطل؟ اتبقى لي 4 جذر 5 زائد كام؟ زائد 7. دي هي قيمة س زائد ص. تعال نشوف مثال تاني يا بطل. مثال 4. المثال الرابع، خلي بالك معاي. هنا بيقول لك إذا كانت السين تساوي 4 على جذر 7 ناقص جذر 3 والصاد تساوي جذر 7 ناقص جذر 3، أثبت أن س وصاد عددان مترافقان ثم أوجد قيمة كل من المقدارين. المقدار الأول س تربيع ناقص 2 س صاد زائد صاد تربيع، والمقدار الثاني س ناقص صاد الكل تربيع. يبقى عندي كم جزئية؟ 3 جزئيات. الجزئية الأولى أثبت أن السين والصاد عددان مترافقان. الجزئية الثانية أجيب قيمة هذا المقدار اللي هي س تربيع ناقص 2 س صاد زائد صاد تربيع. المطلوب الثالث أجيب قيمة س ناقص صاد الكل تربيع. تعال في أول جزئية هنثبت أن السين والصاد عددان مترافقان. عندك الصاد موضوعة في أبسط صورة.
اللي هي بتساوي جذر 7 ناقص جذر 3. يعني حاول تثبت ان السين بتساوي جذر 7 زائد جذر 3. تعال نشوف يا بطل. عندك السين اللي هي بتساوي 4 على جذر 7 ناقص جذر 3. عايز اتخلص من المقام، الجذور الموجودة في المقام، يبقى هتضرب البسط والمقام في مرافق المقام. مرافق جذر 7 ناقص جذر 3 هو جذر 7 زائد جذر 3. يبقى هتضرب البسط في جذر 7 زائد جذر 3 والمقام في جذر 7 زائد جذر 3. هنضرب 4 في جذر 7 زائد جذر 3 على حاصل ضرب العددين المترافقين دول بيساوي ايه؟ بيساوي مربع الحد الاول، يعني جذر 7 في جذر 7 تديك 7، ناقص جذر 3 في جذر 3 تدينا 3. طيب 7 ناقص 3 كام؟ 4. يبقى خلي بالك، انتبه معايا هنا، خلي بالك، بص، 7 ناقص 3 يدينا كام؟ 4. الأربعة دي هضيعها مع الأربعة دي، يبقى قيمة السين بتساوي جذر 7 زائد جذر ايه؟ 3. وعندك الصاد بتساوي ايه؟ جذر 7 ناقص جذر 3. إذا س وصاد عددان مترافقان. إذا س وصاد عددان إيه؟ مترافقان. ده المطلوب أولا. تعال نشوف المطلوب ثانيا اللي هو س تربيع ناقص 2 س صاد زائد صاد تربيع. تعال يا بطل نشوف. ممكن تجيب هذا المقدار على 3 مراحل. انت عندك السين بتساوي جذر 7 زائد جذر 3، وعندك الصاد بتساوي جذر 7 ناقص جذر 3. طب هو عايز قيمة س تربيع ناقص 2 س صاد زائد صاد تربيع. ممكن واحد يحلها على 3 مراحل. كيف؟ هيجيب السين تربيع لوحدها، وهيجيب السين صاد ويضربها في 2، وهيجيب الصاد تربيع لوحدها. يبقى دي فكرة. في واحد هيقول احلها كلها مره واحده، اعوض في المقدار كله مره واحده. يعني هيعمل كده يا بطل، خلي بالك، السين تربيع، السين تربيع ده الحد الاول، يبقى اشيل السين واحط قيمتها اللي هي جذر 7 زائد جذر 3 الكل تربيع ناقص 2 س صاد. السين في الصاد السين بكام؟ جذر 7 زائد جذر 3. في الصاد بكام؟ جذر 7 ناقص جذر 3 زائد الصاد تربيع. الصاد بكام؟ بجذر 7 ناقص جذر 3 الكل تربيع. يبقى عوض في المقدار جملة واحدة، وبعد كده يفك يا بطل. عندك جذر 7 زائد جذر 3 الكل تربيع، نفك عبارة عن ايه؟ جذر 7 في جذر 7 او 7 تربيع. جذر 7 في جذر 7 يديك 7، زائد الأول في الثاني في 2، جذر 7 في جذر 3 بجذر 21 في الاثنين اللي فوق القوس، في الاثنين اللي فوق القوس يديك 2 جذر 21، زائد جذر 3 في جذر 3 ب3، ناقص الاثنين دي، خلي بالك أخرها شوية واضرب العددين المترافقين دول. جذر 7 في جذر 7 يديك 7، وموجب في سالب بسالب، جذر 3 في جذر 3 ب3. يبقى حاصل ضرب القوسين دول اللي هو ايه؟ 7 ناقص 3 مضروبين في 2 بره القوس، اوعى تنسى، زائد زائد، وهفتح قوس كبير، خلي بالك. تعال نفك القوس ده. هتقول جذر 7 تربيع ب7 وموجب في سالب بسالب، الاول في الثاني في الاثنين اللي فوق، جذر 7 في جذر 3 بجذر 21 في الاثنين يديك 2 جذر 21، زائد جذر 3 تربيع بكام؟ ب3. تعال نجمع الحدود المتشابهة. نجمع الحدود المتشابهة. انتبه معايا هنا يا بطل، هتجمع 7 زائد 3 كام؟ 10. يبقى هتجمع 7 مع 3 كام؟ 10، زائد 2 جذر 21 ناقص 2 في 7 ناقص 3 كام؟ 4. 2 في 4 ب8، زائد هتجمع 7 زائد 3 يديك كام؟ يديك 10 ناقص 2 جذر 21. في حدود متشابهة يا أستاذ تروح مع بعض؟ أيوة في حدود متشابهة. عندك موجب 2 جذر 21 وسالب 2 جذر 21 بالسلامة ضاعوا مع بعض. هيتبقى لك 10 ناقص 8 زائد كام؟ زائد 10. طب 10 زائد 10 20. 20 ناقص 8 يديك كام؟ يدينا 12. يبقى قيمة السين تربيع ناقص 2 س صاد زائد صاد تربيع هتساوي كام؟ هتساوي 12. تعال نشوف المطلوب الثاني أو المطلوب الثالث. المطلوب الثالث كان إيه يا بطل؟ س ناقص صاد الكل تربيع، س ناقص صاد الكل تربيع. هتشيل السين وتحط قيمتها
اللي هي جذر 7 زائد جذر 3 ناقص، هتشيل الصاد وتحط قيمتها جذر 7 ناقص جذر 3. تعال نشوفها. والكل تربيع، السين هشيلها واحط قيمتها اللي هي جذر 7 زائد جذر 3 ناقص، واعمل حسابك للناقص تفتح قدامه قوس، لان هيغير اشارات ما داخل القوس، هيغير اشارات حدود الصاد. يبقى سالب في جذر 7 يديك سالب جذر 7، يبقى اصبحت كده يا بطل جذر 7 زائد جذر 3 ناقص جذر 7 زائد جذر 3، لان ضربت سالب في موجب بسالب ها جذر 7، وسالب في سالب جذر 3 يديك موجب جذر 3. اجمع الحدود المتشابهه، جذر 7 راح مع سالب جذر 7 بالسلام، اتبقى لك جذر 3 زائد جذر 3 اللي هو 2 جذر 3، يبقى 2 جذر 3 الكل تربيع، هتربع الاثنين باربعة وهتربع جذر 3 ب3، يبقى 4 في 3 تديك كام؟ تدينا 12. يبقى س ناقص ص الكل تربيع هيساوي كام يا بطل؟ هيساوي 12. المثال الخامس والأخير معانا يا بطل، المثال الخامس والأخير بيقول لي إذا كانت السين تساوي 3 على جذر 5 ناقص جذر 2 والصاد تساوي جذر 5 ناقص جذر 2، أثبت أن س وصاد عددان مترافقان. عندك الصاد موضوعة في أبسط صورة، يبقى إيه اللي محتاجة تبسيط؟ السين هتضرب البسط والمقام للسين في مرافق المقام اللي هو إيه؟ اللي هو جذر 5 زائد جذر 2. يبقى عندك السين اللي هي 3 على جذر 5 ناقص جذر 2، عايز اتخلص من جذر 5 ناقص جذر 2، يبقى هضرب البسط والمقام في مرافق المقام. مرافق المقام اللي هو ايه؟ جذر 5 زائد جذر 2، يبقى اقول 3 على جذر 5 ناقص جذر 2 في جذر 5 زائد جذر 2 على جذر 5 زائد جذر 2. هتضرب الثلاثة في جذر 5 زائد جذر 2 اها، هتكتب 3 وتحط جذر 5 زائد جذر 2 جوه قوس، وتضرب العددين المترافقين دول، هتربع جذر 5 تديك 5 ناقص مربع جذر 2 يدينا 2. تعال نبسط اللي تحتها، خلي بالك، يبقى 3 في جذر 5 زائد جذر 2 على 5 ناقص 2 كام؟ 3. ضيع الثلاثة دي مع الثلاثة دي، يبقى ايه اللي هيتبقى؟ هيتبقى لك جذر 5 زائد جذر 2، دي هي قيمة السي. طب انت عندك قيمة الصاد اللي هي ايه؟ جذر 5 ناقص جذر 2. هتلاحظ ان السين والصاد عددان مترافقان، الحد الاول زي الحد الاول، الحد الثاني زي الحد الثاني، ده اشارته سالبة ده اشارته ايه؟ اشارته موجبة. يبقى اذن السين والصاد عددان مترافقان. لا تنسى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.